تعالوا بقى وشوفوا الجمال والحلاوة. مش قلتلكم ان انا عندي رقاق وهعمل لكم بيه احلى صينية رقاق بالجبن؟ مش الجلاش بس اللي نقدر نعمل بيه جبن او عيش سوري او رقاق الطري، لا الرقاق الناشف كمان نقدر نعمل بيه حشوة جبن تحفة. انا كان عندي رقاق ناشف، وطبعا ما عنديش شوربه، ومليش نفسي اكله باللحمه المفرومه اللي احنا معتادين عليها، فما اكلش رقاق، لا هاكل رقاق هاكله بالجبن. اول حاجه انا عندي هنا ميه سخنه مغليه، انا هعمل الشوربه اللي هزق بيها الرقاق. تمام كده، حطيت ميه مغليه، وحطيت عليها مكعب بقى من المرق، وحطيت عليها ملح وفلفل اسود ومعلقه كده مليانه حلوه من السمنه، ويا سلام بقى لو سمنه بلدي، بس انا ما عنديش الصراحه. وهحط كمان ورقتين من اللورة، واتنين كده حبهان، فصين كده من الحبهان، ويا سلام بقى على احلى شرب. عايزه اقول لكم ان انا دي بعملها للمحشي كمان، يعني انا ما قليل قوي لما بحشي اما بزق المحشي شوربه، بحب احشيه قوي بالمرقه اللي انا بعملها. وحطيت كده معلقتين ربع كوبايه كده صغيره من اللبن. ليه؟ بتديله طراوه حلوه كده، وبتخلي طعم الرقاق حلو وغني. تمام، ربع كوبايه صغيره. وكده الشوربه بتاعتي بقت جاهزه. اهم حاجه الميه تبقى مغليه، ونكهيها بقى باللي انت حابين. انا بجهز الصينيه اللي هحط فيها الرقاق بتاعي، دهنتها دهنه حلوه جدا من السمنه ومن الجناب كمان عشان ما تلزقش مني. تمام، لكل اللي ما بيحبوش الرقاق باللحمه المفرومه، تعالوا هنا بسرعه 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 عشان تشوفوا الجمال ده. وعدتكم ان انا هعمل لكم رقاق باللحمه سوري، رقاق بالجبن. رقاق بالجبن، ده الرقاق الناشف، ولا رقاق طري بقى، ولا جلاش، ولا عيش سوري، ولا عيش اللي هو التورتيلا، ولا اي حاجه. اهو رقاق بسقيه كده من الناحيتين، بس مش بخليه طري قوي، يعني اسقيه كده زي ما انت شايفه، يخليه بس يا دوبك ايه، يعني طري كده سنه صغيره. اهو من الناحيتين زي ما انت شايفه كده. وهسقي رقاق رقاق. انا مش بحب كميه الرقاق تبقى كتير في الصينيه، اذا كان هعمله باللحمه او بالجبن يعني عامه، او باي حشوه انت بتحبيها. مش لازم على فكره جبن، ومش لازم لحمه مفرومه، ممكن سجق، ممكن بسطرمه، ممكن سلامي، اي حشوه انت بتحبيها. انا بدهن كل ورقه كده سوري، كل رقاقيه كده اهي. وجبت طبعا صينيه حجمها يبقى مناسب. على فكره لو اتكسر مفيش اي مشكله، بعد ما بيستوي بيمسك في بعضه تمام. يعني لو قصدي صينيه اصغر من كده مفيش مشكله. بين كل ورقه وورقه بدي دهنه كده ايه من السمنه، عشان يبقى مورق كده وطعمه حلو. بين كل ورقه وورقه بدي كده دهنه ايه بسيطه كده من السمنه اهي. دي تالت ورقه، تالت ورقه. وبعد كده هحط ايه، هحط الحشوه بتاعتي. زي ما قلت لك، ما توقفيش نفسك، مش لازم تحطي جبن، مش لازم تحطي لحمه مفرومه. صدقيني اي حشوه هتبقى تحفه معاكي. وما تقوليش عشان ده رقاق ناشف لا لازم باللحمه المفرومه، لا لا خالص خالص خالص. اهو دي كده تالت ورقه. هنا بقى عندي ايه، عندي الجبن بتاعتي. بصي بقى يا ستي، انا كان في حته هنا صغيره فقلت احطها كده. تمام. انا بقى عندي ايه، والله 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 انا ما جايبه جبنه مخصوص ولا اي حاجه. الجبن دي كلها كانت بواقي كده عندي في التلاجة. عندي حته جبنه قريش. عايزه اقولك ان الجبنه القريش بتبقى تحفه تحفه، بيبقى طعمها جميل، وبالذات كمان للناس اللي عاملين دايت. جربي بقى الجبنه القريش في الوصفه دي هتعجبك قوي. عندي حته جبنه قريش، على حته جبنه فيتا، على حته جبنه براميلي، وحياة ربنا هو ده اللي كان عندي في التلاجة. حطيتهم كده على بعض ودعكتهم كده في بعض حلو، لاني طبعا البراميلي كانت ناشفه شويه، فايه حبيت ايه ادعكهم كده في بعض. وهحطهم في نص الصينيه. خلي بالك ما تحطيش الحشوه على الحروف عشان ما تتحرقش منك وتلزق. تمام اهي. حطيت كده الجبن اللي هي البيضه الاول،
وبعد كده بقيت اللي في الطبق ده دي ميكس جبن، بتتجاب كده كيس على بعضه ميكس جبن، عبارة عن رومي وشيدر وموتزاريلا تقريبا. حطيتهم برضو. وهنا كنت مقطعه قرن فلفل، ده سبايسي براحتك، عايزه تحطيه ما فيش مشكله، مش عايزه تمام، بس بيدي ريحه وطعم حلو قوي. قرن كده واحد. عايزه بقى هنا ايه تحطي زيتون حطي، بس انا الصراحه ما بحبش الزيتون في الحشوات خالص، ما بحبوش خالص، ولا في بيتزا ولا في اي حشوه. يعني لما بشتري بيتزا جاهزه لو كده بطلع الزيتون منها، ما بحبوش. حطي بقى مشروم، حطي اللي تحطيه. هنا حطيت ايه كمان بعد الفلفل؟ حطيت جبنه موتزاريلا. جبنه الموتزاريلا حطيها كده اخر حاجه. تمام. حطيت رشه حلوه كده بقى ايه من الجبنه الموتزاريلا. هحط ايه هنا بقى؟ خلاص كده خلصنا الحشوه بتاعتنا. زي ما قلت لك حطي اللي تحبيه. بعد كده عندي 3 ورقات تاني هسقيهم برضو كده بنفس الطريقه. هعمل 3 ورقات كمان، هعملهم كده عشان ما اطولش عليكم مع نفسي. وبين كل ورقه وورقه زي ما قلت لكم هدهنها ايه مع يعني دهنه كده بسيطه من السمنه. هنا كنت خلصت بقى الورق بتاعي كله. عندي هنا حبه بقى خدتهم من الشوربه في طبق كده، وهحط عليهم معلقه بقى من السمنه عشان ادهن الوش بتاعها كده واسقيه بقى. يعني بصي حوالي ربع كوبايه، ما تكتريش يعني شوربه. بصي بدهن بقى بيها ايه الوش كده. عايزه اقولك هتطلع والله لونها تحفه ومقرمشه وجميله. بس انا الصراحه بقى غطيتها بعد ما طلعتها عشان ما تبقاش ناشفه قوي في الاكل. لو انتي عايزاها تبقى مقرمشه كده وتديكي قرمشه ما تغطاهاش. هنا بقى اهو حطيت السمنه بتاعتي وحطيت الشوربه. هدخلها بقى الفرن. شغلت انا عندي الفرن بتاعتي حاميه اهو، دخلتها الفرن. انا عندي الفرن بتاعتي حاميه فما شغلتش الشوايه الصراحه. شغلت من تحت بس، حسب طبعا الفرن بتاعك. انا مش هقولك بصي هي ناشفه ازاي. انا بقى هغطيها كده بصي، واصلا لونها تحفه. غطيتها بقى شويه، سبتها ربع ساعه ربع ساعه، وعايزه اقولك والله كانت برضو سخنه مولعه، ما كنتش عارفه اصلا اقطعها يعني. اهي هقطعها بقى معاكم. انا غطيتها عشان تبقى طريه كده وحلوه، وفيها سنه قرمشه بسيطه، فهماني؟ فبتبقى حلوه قوي، وبتبقى حلوه كمان في الاكل عن لما بتبقى مقرمشه قوي بتفتفت كده. يعني انا بحب الحاجه على فكره المقرمشه، بس ايه بقى عشان ولادي وجوزي وكده يعرفوا ياكلوا منها. فبصي هي ايه واخده سنه قرمشه بسيطه كده، على من جوه بقى مورقه وطريه. ما اقولكيش والله كانت تحفه. هي لسه سخنه لان ايه زي ما قلت لك انا ما سبتهاش كتير يعني. بصي مورقه ازاي، بصي والله كانت سخنه فمش عارفه امسكها. عايزه اوريكي قد ايه هي مورقه، والجبن بقى سايحه وتحفه تحفه والله. بجد بجد جربوها تعجبكم جدا، بألف هنا وشفا يا رب على كل اللي يعملها. اعملوها بقى وقولوا لي رايكم تحت في التعليقات ايه. اشوفكم بقى في فيديو جديد، وما تنسونيش بقى باللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انا بنزله. بصي بصي التوريقه بتاعتها حلوه ازاي، تحفه. يلا اشوفكم بقى في فيديو جديد، وما تنسونيش بقى باللايك، عايزه لايك حلو كده. سلام.